شوف، كل يوم الصبح ممكن قوي نبدأ يومنا بحاجة بسيطة خالص، حتة توست عليها زبدة بس. هل عمرنا كده خدنا لحظة وفكرنا هي قطعة الزبدة دي أصلها إيه؟ جت منين؟ والأهم، إيه اللي بيضمن إنها نظيفة وجودتها عالية؟ في الشرح ده هنفتح مع بعض الملف الكامل ونرجع للمرجع الرسمي في مصر، المواصفة القياسية المصرية. طيب، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الرحلة دي صدقوني أعقد وأحلى بكتير من مجرد إننا نقول لبن بقى زبدة. الموضوع فيه تفاصيل كتير. فالسؤال هنا بقى، إيه السر ورا التحول العجيب ده؟ إزاي السائل بيتحول للمادة الكريمية الصلبة دي؟ وإيه القواعد اللي ماشية عليها العملية دي كلها؟ تخيلوا معايا كده إن في أبقار دلوقتي بتلبس نظارات VR. أيوة، بالظبط زي ما سمعتوا، نظارات واقع افتراضي. الحكاية كلها إن البقرة لما تكون هادية ومرتاحة هرمونات التوتر عندها بتقل، وده بينعكس بشكل مباشر على جودة اللبن بتاعها. وفي صناعة الزبدة، اللبن اللي جودته عالية ده مش مجرد خطوة، ده هو الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة بعد كده. طيب، بعد ما الجاموسة تكون في حالة استرخاء وهدوء تام، بتدخل على نظام حلب آلي بالكامل، يعني مفيش إيد بتلمس أي حاجة. العملية كلها متصممة عشان تكون مريحة جدا، واللبن بينزل من الماكينة على طول على حاويات معقمة ومقفولة تماما. ودي تعتبر أول وأهم خطوة عشان نضمن النظافة والجودة من المصدر نفسه من قبل حتى ما نبدأ. طيب، بعد ما تجمع اللبن، رحلته لسه في أولها. دي مرحلة رحلة الحليب الذهبي اللي فيها بيتم تجهيز المكون الأساسي اللي هنشتغل بيه. هنا بقى بتيجي التكنولوجيا. اللبن بيدخل على جهاز ضخم اسمه جهاز الطرد المركزي. فكروا فيه كأنه غسالة عملاقة بتلف بسرعة خرافية. السرعة دي بتعمل إيه؟ بتفصل القشطة اللي هي الجزء الدهني الخفيف عن باقي اللبن التقيل. القشطة تطلع فوق واللبن يفضل تحت. ودي طبعا نقلة نوعية عن زمان لما كانوا بيستنوا القشطة تطلع لوحدها ببطء. ودلوقتي وصلنا للحظة اللي بنستناها، ولادة الزبدة. المرحلة اللي فيها علم وسحر في نفس الوقت، واللي القشطة السايلة فيها بتتحول لقطعة زبدة متماسكة. العملية دي بتمر بأربع خطوات رئيسية. أول حاجة البسترة، ودي مجرد تسخين للقشطة. تاني خطوة التعتيق، بنسيب القشطة شوية عشان طعمها يبقى أحلى وأغنى. تالت حاجة ودي الأهم، الخض، وهنا بقى بنقلب القشطة جامد عشان تتكون حويبات الزبدة. وآخر خطوة الغسيل والتمليح عشان نحسن القوام والطعم النهائي. خلينا نقف شوية عند عملية الخض دي، لأنها هي سر الموضوع كله. الخض ده عبارة عن تقليب سريع وعنيف للقشطة. الحركة دي بتكبر جزيئات الدهن الصغيرة إنها تتجمع مع بعض وتعمل كتل. الكتل دي هي اللي في الآخر بتبقى الزبدة. وهو ده بالظبط اللي بيدينا الملمس الكريمي الناعم اللي كلنا بنحبه وبيميز الزبدة. طيب، هل كده خلاص؟ لا، لسه. قبل ما الزبدة تطلع من المصنع وتوصلنا، لازم تاخد شهادة الجودة الرسمية وتعدي من اختبارات صارمة جدا. في رقم مهم جدا لازم نحفظه: 80%. ده الحد الأدنى لنسبة دهن الحليب في أي منتج عشان يتقال عليه زبدة بشكل قانوني. النسبة العالية دي هي سر القوام الغني والطعم المميز اللي بنحبه، وهي اللي بتفرقها عن أي حاجة تانية في السوق. وعلى الناحية التانية، في رقم تاني مهم: نسبة الرطوبة أو المية، يعني لازم ما تزيدش عن 16%. طب ليه؟ لأن التحكم في نسبة المية دي هو اللي بيخلي قوام الزبدة متماسك، وفي نفس الوقت بيحافظ على طعمها وبيخليها تعيش فترة أطول. وطبعاً في قائمة فحص نقاء صارمة جداً، يعني لازم تكون نظيفة وما فيهاش أي شوائب. والأهم من كل ده، لازم الدهن اللي فيها يكون دهن حليب بقري وبس، ممنوع أي دهون نباتية أو إضافات. وطبعاً لازم تكون خالية من أي بكتيريا ضارة أو عفن. كل ده عشان نضمن إن اللي بيوصل لنا منتج آمن وصحي 100%. حلوة قوي. المواصفات دي بتوضح لنا كمان إن في أنواع مختلفة للزبدة وحاجات تانية شبهها. ومن الزبدة نفسها بيطلع منتج تاني مشهور جدا عندنا: السمنة. طب السمن ده بيتعمل إزاي؟ ببساطة بناخد الزبدة ونسيحها على نار هادية جدا. مع الحرارة المية اللي فيها بتتبخر والمواد الصلبة اللي من اللبن بتترسب تحت، واللي بيفضل في الآخر هو دهن اللبن الصافي، لونه ذهبي وريحته تجنن. طيب، إيه الميزة الكبيرة في السمن؟ حاجة اسمها نقطة التدخين بتاعته عالية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيستحمل درجات حرارة عالية جدا قبل ما يبتدي يدخن ويتحرق، على عكس الزبدة.
وده بيخليه مثالي للطبخ والقلي. يعني لو بنحمر حتة لحمة أو بنقلي طعمية، السمنة مش هتتحرق وتدي طعم مرارة للأكل، بالعكس هتحافظ على النكهة الأصلية وتخليها أحلى. الخطوات النهائية دي منظمة جدا ومهمة. أول حاجة، الزبد بيتغسل بمية باردة ونقية عشان نشيل أي بقايا من لبن الخض، وده بيدي طعم صافي ونقي. بعدين ممكن يتضاف له ملح حسب هو نوعه مملح ولا لأ. الخطوة اللي بعدها التشكيل، بيدخل في قوالب عشان ياخد شكل البلوكات المتساوية اللي بنعرفها. وأخيراً التغليف، وده بيتم آلياً عشان نحافظ عليه طازة ونظيف لحد ما يوصل للمستهلك. وهنا بنشوف فعلاً أهمية وقوة المواصفة القياسية المصرية. دي مش مجرد مواصفة جودة، دي مواصفة أمان وصحة. كل قطعة زبدة بتخضع لاختبارات ميكروبيولوجية دقيقة جداً عشان نتأكد إنها خالية تماماً من أي ميكروبات ممكن تسبب أمراض زي الإشريكيا القولونية أو الإيكولاي. وكمان بيتأكدوا إن نسب أي ملوثات زي المبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة في الحدود الآمنة تماماً. وفي النهاية، الرحلة دي كلها من جاموسة مبسوطة في مزرعة حديثة، مروراً بكل الاختبارات والشروط الدقيقة للمواصفة القياسية المصرية، ولحد ما توصل لقطعة الزبدة أو برطمان السمن اللي في مطبخنا. دي رحلة بتجمع بشكل مدهش بين الطبيعة والتكنولوجيا والعلم. فالمرة الجاية لما نمسك قطعة زبدة، هنبقى شايفين أكتر من مجرد منتج، هنبقى شايفين القصة الكاملة اللي وراها. وده يخلينا نفكر، يا ترى إيه المنتج التاني اللي بنستخدمه كل يوم وبنعتبره حاجة عادية، وهو وراه قصة معقدة ومهمة زي دي؟